ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل حاجة كويسة. تعالى مع بعضينا نحل امتحان 23 دور اول، واحد من اسوأ الامتحانات في البشرية. فانت ممكن دلوقتي تحس ان هو بالنسبة لك قشطة لطيف، ده لان انت قاعد مش متوتر وانت متدرب على الحاجات دي كويس. بس اللي كان مستوى 2022، مستوى امتحان 2022 بعديها يجي مستوى 23، فده كان علقة. يعني انت لو جيت تحل 22 ده ما يتحطش في كويز، يعني الكويز الاسبوعي ده تحس ان 22 ايه الهيافة دي. كل سنة المستوى بيتطور، فطبيعي تلاقي ان 25 اصعب من 24 اصعب من 23، فده عادي. و26 اصعب من 25، و27 اصعب من 26، وهكذا. طب يلا بينا. بيقولي if the electronic configuration of some kind of transition element is الشكل ده. Which of the following is easy to take place. طيب هو قال لي ان البوزيتيف 2 ب 3d3، يعني هو اصلا 4s2 3d3، ده ال A. طب ال B اصلا برضو البوزيتيف 2 بالشكل ده، يعني هو 4s2 3d5. طيب بيقول لي easy to take place، يعني ايه easy to take place؟ يعني سهل ان هو يحصل. طيب هو ايه السهل ان هو يحصل؟ يكون دي 0 دي 5 دي 10. طيب ولا واحد في الاتنين هيعرف يبقى دي 10 كده كده، فممكن نشيل ده خالص. اوكي. طب تعالى نشوف بقى هو بيقول لي ايه. بيقول لي ريدكشن البي من بوزيتيف 7 لبوزيتيف 3. طب البي لو ببوزيتيف 7 يعني هي خسرانه كله، يعني الدي 0. الدي 0 سهل تحولها لبوزيتيف 3، صعب ان انت تحول الدي 0 لاي حاجه، فدي غلط. طب اوكسيديشن ال A من بوزيتيف 5، طب لو ده بوزيتيف 5 يعني الدي 0، يبقى برضو مش هيعمل كده. طب ريدكشن من بوزيتيف 2 لبوزيتيف 3، طب ثانيه، لو هو بوزيتيف 2 ده اصلا الشكل اللي هو مديهوني هتبقى دي 5. الدي 5 برضو صعب يتحول لاي حاجه، فما فاضلش غير الاختيار A. ان ال A ممكن تتحول من بوزيتيف 3، يعني تتحول من الدي 2 لبوزيتيف 5 اللي هو الدي 0، فالاختيار دي صح. السؤال اللي بعده بيقول لي from the opposite graph which of the following choices is correct، ومديني ترتيب الافكتيف نيوكلير تشارج. طب انا عايز ارتبهم. الترتيب بتاعنا هو الافكتيف نيوكلير تشارج من الشمال لليمين بتزيد، يعني Y X W Z. حلو. مين في دول هو الاعلى بقى على حسب البروبرتي اللي هيقولها لي؟ طب قول. بيقول لي هو الزد less dense than element W، dense اللي هي density، من الشمال لليمين بتزيد الدنسيتي، يبقى الزد هي الليس دنس. يبقى الاختيار A صح. طيب عايزين نشيك على باقي الاختيارات. بيقول لي هو الدبليو اقل دنسيتي من الزد؟ لا. طب هو الدبليو اعلى ايونايزيشن من الاكس؟ لا، الاكس هي الاعلى. كل ما الافكتيف نيوكلير تشارج بتزيد بيبقى الايونايزيشن اعلى، فيبقى الاكس هي الاعلى. طب هو element X هو اللي عنده higher ionization عن الواي؟ لا، الواي هي الاعلى عشان هي الهاير في الافكتيف نيوكلير تشارج. طب سؤال رقم 3 بيقول لي the process that take place on the product from cleaning to high furnace production interstitial alloy in sequence. طب ثانية واحدة. هو بيقول لي ان احنا عايزين نعمل الوي. طب الوي يبقى دي عملية برودكشن، يبقى اخر خطوة لازم تكون برودكشن. طب بيقول لي ان في عملية بتحصل على البرودكت اللي بيجي من تنظيف الهاي فيرنس. الهاي فيرنس دي بعد ما بتخلص عملية البرودكشن بتسيب فتافيت في الارض. الفتافيت دي بنعمل لها سنترنج، بنجمعها وبعد كده ندخلها الفرن تاني، فيبقى الاختيار سي. بيقول لي silicon steel is one of alloys formed by mixing السيليكون والكروميوم والستيل.
طيب ما هو الستيل اصلا يعني ايرن ماسك في كربون. بيقول لي this alloy considered نقط. ثانية واحدة، انا عندي كروميوم وايرن، يعني انا دلوقتي عندي حاجتين transition element، يبقى اكيد في substitutional alloy، فانا هستبعد الاختيار A و B. طيب بعد كده بيقول لي كمان ان انت حاطط سيليكون. طب ما هو السيليكون مع الكروميوم او الكربون مع الايرن، في الحالتين دي interstitial alloy، يبقى الاختيار C. السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following process occur to iron to oxalate respectively to produce iron. طيب الايرن تو اوكزاليت ده لازم اول حاجه تتعمل له هو تسخين. فبيقول لي اوكسيديشن لا ما ينفعش، ثيرمال ديكومبوزيشن ريدكشن ما ينفعش، فالاختيار يا بي يا دي. طيب انا دلوقتي لما اعمل له الثيرمال ديكومبوزيشن هيعمل لي ايه؟ اف اي او. طب انت عايز تخليه ايرن صح؟ طب تعمل له اوكسيديشن بعديها ريدكشن ولا ريدكشن بعديها اوكسيديشن؟ الاف اي الايرن ده ما بيوصلوش غير بالريدكشن، يبقى خلاص انا هروح اعمل له الاول اوكسيديشن يبقى اف اي 2 او 3، والف من الناحيه التانية بقى اعمل له ريدكشن، فيبقى الاختيار الصح سوري، الاختيار الصح سي. سي ايه؟ الاختيار الصح بي، ان انا اعمل له اوكسيديشن الاول وبعد كده ارجع اعمل له ريدكشن، لان الايرن ما بيجيش غير بالريدكشن، فلازم اخر خطوه تكون ريدكشن. السؤال اللي بعده بيقول لي all the following reaction occurred at suitable conditions in compound 1 2 3 are نقط. ثانية واحدة، احنا عندنا yellow precipitate doesn't dissolve في الأمونيا، ده اللي هو مين؟ ال AgI، هو ده اللي doesn't dissolve in ammonia. طب يبقى ال1 ده مين؟ ال1 ده أكيد ال AgNO3، عشان يكون الإكس ده هو مثلا ال HI أو أي حاجة فيها I، أو السولت بقى اللي هو مثلا NaI. طب حطيت عليه 2 اداني colored vapor، يبقى اكيد ده ال H2SO4 عشان يطلع لي الايودين الفايلوت. حطيته في solution of colored vapor الcolor disappear، يعني انا عملت له solution اللون بتاعه اتغير. تقولي مش فاهم يعني ايه؟ بيقول لي السوليوشن بتاع الكالرد فيبور، شايف ده؟ مش ده الايودين الفيبور اللي لونه فايلوت؟ حطيته في سوليوشن يعني خليته اكويس، فهيبقى الايودين الاكويس اللي لونه براون، وده ملهوش استخدام في المنهج غير حاجة واحدة، ان هو يتحط مع السايوسلفيت، مثلا صوديوم سايوسلفيت. فبيقول لي مين 1 2 3؟ ال1 هو ال AgNO3 فهستبعد B و D. 2 هو ال H2SO4 فهستبعد A. واخر واحد هو كده كده ال Na2S2O3. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي لو انا عندي solution ال pOH بتاعته 11، ده معناه ان ال pH بتاعه الله ينور عليك ب 3 is added to two indicators X و Y. notes that ان في ال X colorless وال Y red. مين هما ال X وال Y؟ طيب انت دلوقتي اسيد، الاسيد بيكون colorless في حالة ايه؟ في حالة الفينول فيسالين، فانا هشطب سي واشطب دي. طب امتى بيكون الاسيد ريد؟ في البروموسيمول بلو؟ لا، في الميثايل اورنج بيكون ريد، فيبقى الاختيار ايه. طبعا انت كتاب المفاهيم هتفتحه مرتين في الانديكيتورز واليوزز، غير كده تعامل ان هو مش معاك اصلا. Which one of the following salt form a mixture of gases upon adding concentrated sulfuric acid؟ طيب تعال نحل السؤال ده. انا عندي البوتاسيوم كربونيت اللي هو عبارة عن ال K2CO3، لو انا حطيت عليه السلفيوريك اسيد هيطلع لي مين؟ ال CO2، فده جاز واحد. لا. طب صوديوم كلورايد
لو انا جبت ال NaCl وحطيت عليها H2SO4 هتطلع لي ايه؟ HCl، فده جاز واحد برضو لا. طب بوتاسيوم فوسفات اصلا نو رياكشن عشان الفوسفات مور ستيبل عن ال H2SO4، فدي نو رياكشن، ما فاضليش غير دي. هجيب الصوديوم بروميد احطه على السلفيوريك اسيد عشان كان بيطلع لي ال HBr. ال HBr ده في الاكسس H2SO4 لو فاكر كان بيطلع لي 3 حاجات: الميه والاس او 2 والبرومين، وكنت قلت لك ان دي مميزه بتطلع 3 جازز في حاله البرومين والايودين. سؤال رقم 9 بيقول لي all the following table is for some chemicals which of the following is correct. طيب الدي detect anion البي واناين الاي. طب ثانيه، ادي الدي اناين البي اللي هو الاس او 4، انايون الاي اللي هو ال NO3. طب ال HCl بيكشف عن ال SO4؟ طبعا لا. طب السؤال اللي بعده A اهي detect anion of D اللي هو Cl وanion of C. ثانية واحدة، الألمنيوم يكشف عن ال OH عشان هيعمل لي وايب بريسبتد ألمنيوم هيدروكسيد. تمام. طب هل ال NO3 بتكشف عن ال Cl او اي حد في الاتنين بيكشف عن ال Cl؟ لا، لازم ال H2SO4، فدي كمان غلط. طب اللي بعدها بيقول لي السي ديتكت كاتاين البي. ثانية واحدة، ادي السي كاتاين البي اهي، كاتاين الاي اهي. هو الامونيوم هيدروكسيد يكشف عن الايرن والالمنيوم؟ طبعا، عشان ده ايرن 2 وايتش جرين، وعندي الالمنيوم وايت بريسبتد، فجملة مظبوطة الاختيار سي. السؤال اللي بعده بيقول لي ان انا عندي وايت بي بي تي A وبلاك بي بي تي B وجاز X. طيب ده وايت بي بي تي وده بلاك بي بي تي. حلو، قول لي بقى عايز ايه. عندنا سولت سوليوشن Na2SO4 سولت سوليوشن بقى وايت بي بي تي بلس الكالاين سوليوشن. ماشي. طب الناحية التانية لما حطينا جاز X على السولت سوليوشن ده ظهر لنا بلاك بي بي تي واسيدك سوليوشن. طيب البلاك يبقى دماغك تفكر في حاجه فيها اس. طيب كان عندنا مين في المنهج هو اللي لونهم بلاك؟ يا السي يو اس، يا الاي جي 2 اس، يا البي بي اس. ده واحد من الثلاثه دول. يبقى انا عرفت ان السولت ده هو في حاجه من الثلاثه، يا بي بي يا سي يو يا اي جي. طيب مين في دول اللي اتحط عليه الجاز؟ اكيد هيكون ال H2S عشان ناخد ال S. فالتلاتة دول مع دول اهم. اوكي، يبقى انا عرفت ان الجاز X ده لازم يكون ال H2S، فانا هستبعد الاختيار A و B عشان يكون يا ده يا ده. طيب تاني حاجة البلاك بريسبتد ممكن يكون الليد او الكبر، ما استفدناش حاجة. طب الناحية التانية بيقولي ان انا عندي وايب بريسبتد، يبقى ده اكيد الليد سلفيت عشان الكبر سلفيت ده سوليوشن لونه بلو في تشابتر 4، فيبقى الاختيار الصح بتاعي سي. طب السؤال اللي بعده بيقول لي in the following reaction equilibrium if the rate of formation ال AB is equal 3 liter per second at 25 degree, what is the temperature of the reaction. بيقول لي when the temperature of the reaction increased to 45، يعني الراجل زود كام درجة حرارة؟ 20. حلو، يعني انا هعمل ال 3 لتر دي ملتبلاي 2 تديني 6، ال 6 دي نعملها ملتبلاي 2 تدينا 12. هو ايه اللي انت عملته ده؟ كان عندنا معلومة في تشابتر 3 بتقول ان كل 10 درجات حرارة
بيزودوا الريت اوف كيميكال رياكشن الدبل، فانت زدت 20 درجه يعني هتزيد الدبل مرتين، فتطلع البرودكت الاولاني بعد كده تعمل ملتبلاي عشان تجيب البرودكت الفاينل. السؤال اللي بعده بيقول لي adding a small amount of mixture to the previous equilibrium so the reaction is activated 2 نقط. طب ثانية واحدة، الرياكشن الأصلية بتقول إن أنا عندي كل 3 مول بيشتغلوا مع 2. طب بص أنت هتعمل إيه؟ هتحط من هنا 1 مول ومن هنا هتحط 2 مول. مين كده اللي كميته أكتر؟ باين إن هو النيتروجين. ليه؟ ما هو كل 2 بيشتغلوا مع 3. صح، انت حطيت 1 يعني انت قليل، انت ناقص، انت ناقص. يبقى ساعتها مين اللي هيكون كتير؟ النيتروجين. والناحية اللي تزود فيها الرياكشن تروح عكسها، يبقى هنمشي باكورد. يبقى هستبعد A و D. طب يبقى اكيد كونسنتريشن الامونيا هيزيد طالما انت ماشي باكورد، يبقى الاختيار B. رقم 13 السؤال ده ملغي، ده في المنهج اللي اتلغى 13 ده، فاعمل له سكيب. سؤال 14 بيقول in the following equilibrium انا عندي ده بالمناسبة اسمه هيدرازين، N2H4 اسمها هيدرازين، بقت نيتروجين وهيدروجين وهيت، الكيسي ب 0.04. لو انا عندي ال N2H4 ب 0.1 وال H2 ب 0.2، so ال N2 after increasing the temperature بكم نقط؟ طيب ازاي بتحل السؤال ده؟ والفكرة دي على فكرة جات كتير. اول حاجة انا عايز اجيب concentration ال N2. طب ما هي سهلة، ال Kc عبارة عن product over ال reactant، البرودكت اللي هو النيتروجين منهم ملتبلاي الهيدروجين اللي هو 0.2 باور 2 over الرياكتنس بتاعتي اللي هي 0.1، كل ده بيساوي الكيسي اللي هي ب 0.04. طيب لما تحسبها على الآلة ب 0.1 اللي هو الاختيار دي تختارها تاخد 0. ليه؟ طب ما هي طالعه معايا ب 0.1 علشان التركايه اللي هم بيجيبوها يعتبر كل سنه، طالما انا قلت كده يبقى مش جاي السنه دي. ايه بقى التركايه دي؟ ان هو بيسالك بعد زياده الحراره، يعني سخن بقى. طب انا دلوقتي لما بسخن الرياكشن هتمشي باكورد، يعني الرقم بتاعه هيقل عن ال 0.1، فالوحيد اللي اقل من ال 0.1 هو الاختيار A اول واحده. السؤال اللي بعده رقم 15 في purification of cell of chromium contain impurities X و Y. We note that in precipitations of X and Y are in the bottom of beaker after complete of purification. ثانية واحدة، دلوقتي أنا عندي كروميوم و X و Y، في نهاية البيوريفيكيشن لقينا إن ال X وال Y مترسبين تحت، يبقى انا عندي الكروميوم هو تحتيه الاكس والواي، عشان كده ما حصل لهمش اوكسيديشن. and the color of salt X solution is changed upon adding element Y. يعني دلوقتي لو انت عندك salt solution من الاكس حطيت فيه الواي لقينا ان اللون بيتغير، ده معناه ايه؟ معناه ان الواي بتنزل الميه والاكس بتطلع، عشان كده اللون اتغير. يبقى الواي هي المور اكتف عن الاكس، يبقى واي تحتيها اكس. بيقول لي رتبهم لي من حيث الاكسيديشن بوتنشال، العلامه دي معناها سمولر يعني اقل. طب من تحت لفوق اكس واي سي ار، الاختيار دي. بيقول لي the following equation represents the reaction of two half electric cell, then the non-spontaneous oxidation reactions that occur in the cell. هو بيدور على ال non-spontaneous. طب ثانية واحدة،
اولا دي عمليات ريدكشن، انا ما بشتغلش بالريدكشن، انا بشتغل بايه؟ اوكسيديشن. يبقى اعكس لي الاتنين، هنا تبقى نيجاتيف 0.898 وهنا تبقى بوزيتيف 0.403. تقولي ايه ده؟ معلش بس انا عندي الاكسيديشن بوتنشال في كتاب المفاهيم بتاع النيكل بالبوزيتيف، هو ازاي ده بالنيجاتيف؟ لان اللي انت عندك في كتاب المفاهيم هو النيكل الاتوم بيتحول لايون، لكن دي نيكل ايونز اصلا، ده البوزيتيف 2 هيتحول لبوزيتيف 3، فدول اساسا مش في كتاب المفاهيم. حلو. الراجل بقى بيسأل ال non-spontaneous oxidation reaction occurred in the cell، الكادميوم يتحول لبوزيتيف 2 ولا النيكل يتحول من 2 ل 3 ولا مين يحصل له ايه؟ طب ثانية واحدة، مش انت بتقول non spontaneous؟ يبقى تدور على النيجاتيف، هي دي اللي هتكون النون سبونتينوس، اللي هي من بوزيتيف 2 ل بوزيتيف 3، من 2 ل 3 دي النون سبونتينوس. طب معلش يعني، طب ليه ما اختارش سي؟ بص يا حبيب قلبي، هو بيقول لي النون سبونتينوس اوكسيديشن، يعني انت هتبص على اللي حصل لهم اوكسيديشن، الراجل ده حصل له اوكسيديشن، تمام، مش هي بالبوزيتيف تبقى سبونتينوس، الراجل ده حصل له اوكسيديشن، تمام، مش بالنيجاتيف تبقى نون سبونتينوس، الراجل ده حصل له ريدكشن، يبقى ده غلط اصلا لان انا بسأل على الاكسيديشن. عارف لو مكتوب ريدكشن نون سبونتينوس اختار سي، ودي غلط لنفس السبب ان دي عملية ريدكشن، يبقى الاختيار الصح بتاعي بي. رقم 17 بيقولي the following two figure are represented by two galvanic cell if both A and B are divalent with C trivalent, so the overall reaction of the galvanic cell formed from elements A and C. طب نمشيها واحدة واحدة عشان ما فهمناش حاجة. بيقول ان انت معاك اتنين galvanic cell، واحدة ب 1.5 فولت وواحدة ب 2 فولت. حلو. بيقول لي لو انا عندي ال A وال B هما الاتنين divalent، ال A وال B divalent، لكن السي تراي فيلنت. طب ودي تفرق معانا في ايه؟ اكيد في الرياكشن، في الفالنس يعني. بيسأل عن الاوفر رول رياكشن بتاع الجالفانيك سيل لو انا عندي الاي والسي. طب ثانية واحدة، انا مش عرفني مين الانود ومين الكاثود من خلال دايركشن الالكترونات. بص الالكترونات ماشية ازاي، الالكترونات ماشية من الاي للبي ومن السي للبي، يبقى انا عندي الترتيب كالتالي C A B. تقول لي طب معلش يعني ما انتش عرفك ان السي فوق الاي، يعني هما الاتنين الانود، يعني هما الاتنين المور اكتف عن البي، ماشي انا معاك، بس مش عرفك بقى ان السي فوق الاي من خلال الفولت، مش الفولت زاد يبقى البعد زاد، يبقى السي هي اللي فوق، تحتيها الاي تحتيها البي. بيقول لي اعمل لي بقى overall reaction ما بين ال A وال C. طب ادي ال A وادي ال C، يبقى ال C هي اللي تشتغل انود وال B هي اللي تشتغل كاثود. فين ال B دي؟ قصدي ال A هي اللي تشتغل كاثود. طيب انا عندي الانود هو ال C فاشتغلت انود، تمام، هنا حصل اوكسيديشن لل A ما ينفعش، اوكسيديشن لل A ما ينفعش، اوكسيديشن للسي ينفع. طيب كنت بعمل بالانس ازاي؟ فاكر كنت بعمل بالانس ازاي؟ ادي الفالنس بتاعك للي جنبك، يعني مش السي فالنس ب 3، اديهم للاي، مش الاي فالنس ب 2، اديها للسي، يبقى الاختيار الصح A هو الإجابة الصح. سؤال 18 بيقول لي ان الجالفانيك سيل اللي الرياكشن بتاعتها في الايكويشن دي on adding drops
من ال HCl to both half cells. Which of the following is correct؟ طب ثانية واحدة، انت دلوقتي جايب لي equation حلو، بتقولي ان انت هتزود HCl. طب وال HCl ده يعمل ايه؟ تعال نشوف. طبعا دي بي بي، معلش هي مكتوبة غلط. ايه بقى اللي هيحصل؟ السي ال والاتش حد فيهم يعرف يأثر على حد؟ تقولي لا، جاتك قوى، جاتك 60 قوى. ليه؟ ما هو السي ال ده هيروح يمسك في الليد يرسبه بي بي سي ال 2. ده ايوه، الله ينور عليك، ده تشابتر 2 في تشابتر 4 في 3، التلاتة سوا، 2 4 3 في سؤال. طب انا عندي هنا كده يبقى الراجل ده الكونسنتريشن بتاعه هيقل، يعني الرياكشن هتمشي باكورد. فالسؤال بيقول concentration ions البي بي هتزيد؟ لا طبعا. طب هو الاي ام اف بتاعت السيل هتزيد؟ لا هتقل. طب ليه تقل؟ طالما الكونسنتريشن بيقل الاي ام اف بيتقل. دي كانت معلومة على فكرة قلناها في الشرح لو فاكر، ان احنا عندنا لو الكونسنتريشن زاد الاي ام اف بتزيد، كونسنتريشن قل اي ام اف بتقل. فيبقى قلت، يبقى بي كمان غلط. التايم فور consuming the battery decrease. انا عندي الكونسيومينج بتاع الباتري تايم هيقل، يبقى الاختيار سي. تقولي معلش طيب انا عندي سؤال، اسأل. تقولي هو مش المفروض ان ده لما يقل تمشي باكورد؟ wait me please what are you doing؟ تقولي ايه في ايه؟ هو انت مين قالك ان ده equilibrium؟ ده سهم واحد، مفيش equilibrium اصلا، يعني مفيش شيفت فورورد وباكورد. ماشي. هو انا هركز في كل ده في الامتحان؟ معلش بقى، معلش، ما انت لما تبقى طبيب جراح وتداوي جراح الناس هتبقى تركز. رقم 19 بيقول لي in the lead acid battery during the discharge process، يعني احنا بنعمل discharge للليد اسيد باتري. اهي جت اهي انا عارف ان هي طالما بتيجي كل يوم هتيجي على الحظ، انا مش هتيجي. اهي جت اهي. ماشي، اكتب معلوماتي نفتكرها. قول لي، كان عندنا في حالة الديسشارج الانود كان البي بي بيتحول لبي بي اس او 4، والكاثود كان البي بي او 2 وبيتحول للبي بي اس او 4. حلو. بيقول لي البوتنشال بتاع الانود ب 0.36. حلو. والبوتنشال بتاع الكاثود ب 1.69. حلو. الهيدرومتر قرا 1 جرام بير سنتيمتر سكوير، لا ده كيوب، سنتيمتر كيوب، معلش كنت قايل معلومه. الباتري دي عايزه ايه؟ الباتري دي عايزه تتشحن. ليه؟ لان المفروض كان يكون ما بين 1.28 ل 1.30، فهو مش في الرينج ده، يبقى البطاريه دي ضعيفه عايزه تتشحن. completely charged لا. required to be charged completely charged لا. بص بقى الحته دي، and the battery produces 2.5 ولا السيل اللي produces 2.5؟ اكيد طبعا السيل هي اللي كانت ب 2.5 عشان الباتري كان فيها 6 سيل، يعني 12 فولت. البطارية على بعضها ب 12 فولت، بس السيل الواحدة ب 2 فولت. اوكي. بيقول لي the standard reduction potential، تقول له اسف انا ما بشتغلش بالستاندرد ريدكشن، انا بشتغل بالاكسيديشن فقط. معلش هي دي 1.2، هتلاقيها مكتوب عندك انت صح، دي ب 1.2، يبقى انا هروح اعكسهم، ادي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طيب عايزين نرتبهم كده ترتيبه سريعه. يبقى انا عندي Z X Y. قول لي which of the following coating is the most corrosive for coated metal when scratched؟ ثانيه واحده. بيقول لي which of the following coatings، يعني مين في التغطيات اللي جايه هي الموست كورروسيف للكوتد ميتال؟ اعنف واحده للميتال المتغطي.
coated metal يعني الميتال اللي متغطي. when scratched يعني انا دلوقتي مثلا عندي element زي الاكس وهغطيه مثلا ببره طبقة من الزد. لو انا عملت سكراتش يعني جيت كده قمت قاطع حتة من هنا، في الحالة دي مين اللي هيحصل له اوكسيديشن؟ الزد. حلو. الراجل بقى بيسأل في ايه؟ بيسأل مين اعنف واحد هو اللي يحصل له تآكل بس اللي جوه هو اللي يتاكل. طب هو امتى اللي جوه اللي بيتاكل؟ في الكاثوديك بروتكشن. ما هو انوديك يبقى الانود اللي بره هو اللي هيتاكل. كاثوديك بروتكشن يعني انت مغطيه من بره بماده ليس اكتف فهي اللي تتاكل. يبقى لازم يكون اللي جوه هو الزد واللي بره الاكس. ليه؟ عشان لو رحت عملت سكراتشنج ساعتها مين اللي يتاكل؟ الموست اكتف اللي هو الزد. وامتى يتاكل اسرع بقى؟ لما يكون الفرق كبير، لما تكون مخلي دي واي بقى كده بقى. يا لهوي ده انت بوظت الدنيا. يبقى plating element Z by element Y اللي هو الاختيار B. سؤال جميل جدا جدا جدا، و يعني مش عارف اقول لك ايه يعني الصراحة، يا رب ما يجيش بس هو جه. يلا ما علينا. بيقول لي the monomer of the opposite polymer is considered as isomer 2 نقط. ثانية واحدة عشان ما نتلخبطش. بيقول لي هات لي المونيمر بتاع البوليمر ده. طب اجيبه ازاي؟ شوفوا اتكرر امتى. التكرار اهو اهو، دول 3 مونيمر سوا، ده التكرار. يعني الواحدة عبارة عن ايه؟ سي سي، رجع لها بقى حاجتها، ادي اتش 3 والدبل اللي مفتوحة دي هنقفلها اهي اللي بين السي والسي، هنا ناقص اتش وهنا ناقص اتش تاني. ده الشكل بتاعي اللي هو مين بقى؟ البروبين. طيب ده البروبين، هات لي بقى الايزومر بتاعه. طب الالكين والسايكلو الكان كانوا ايزومر، يبقى السايكلو بروبان الاختيار A. If you know that ان الكونسنتريشن بتاع الميثايل امين سوليوشن ب 0.4 والبي اتش بتاعه بكذا، ممكن تحسب لي الفاليو بتاعت الكي للكومباوند عند 25 درجة حرارة. طب ثانية واحدة، الميثايل امين ده اصلا انا مش عارف ده اسيد ولا بيز. يعني هو مش قايل لي انت اسيد ولا انت بيز، هو في الحقيقة قايل ان هي كي بي بس هي قلشت عندنا احنا. يعني الراجل ده هو عبارة عن بيز. ماشي. طب انت عايز الكي بي. الكي بي هي عبارة عن الفا سكوير ملتبلاي سي. طب اجيبها ازاي؟ انا عندي البي اتش ب 9 صح؟ يعني البي او اتش بكام؟ ب 5. يعني كونسنتريشن الاو اتش بكام؟ 10 باور نيجاتيف 5. طب انا معيش الالفا، طب ما تجيب الكي من القانون التاني. ايه القانون التاني ده؟ ان كونسنتريشن الاو اتشات بيساوي سكوير روت الكي بي ملتبلاي السي. خلاص عوض. دي ب 10 باور نيجاتيف 5 بتساوي روت الكي بي اللي هي اللي احنا عايزينها والكونسنتريشن ب 0.4. طب يلا نعوض بقى على الآلة. خلاص هي اتحلت كده، مسألة خطوة واحدة، تك 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 تطلع معاك الانسر بي 2.5 times 10 power negative 10 الاختيار دي. السؤال اللي بعده بيقول لي ان انا عندي 3 organic compounds from hydrocarbon derivatives، كلهم derivatives يعني ما فيهمش هيدروكربون سادة. A cannot be oxidized، ده في كتير بهبل فاحنا مش عارفين نختار ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، في كتير قوي. طيب تعالى تاني واحدة B
cannot form hydrogen bond between its molecules. حلو ده. حد ما عندهوش هيدروجين بوند يبقى انا هشطب بيه لان ده الكول. طيب سي ماشي، ده استر ما بيعملش، ايثر ما بيعملش، ايثر ما بيعملش. طيب ما تيجي نقلل بقى احتمالات الاي، حد ما بيحصلوش اوكسيديشن. طيب مين فيكم ما بيحصلوش اوكسيديشن؟ بص اعلمك تعملها ازاي من غير ما ترسم. الاو اتش دي ماسكه في اني سي دي. طب انا بصراحه ما بعرفش الحته دي، خلاص ارسمها. ادي سي عليها 3 ميثايل كبرانش ماسكه في او اتش. طبعا دي نوعها تيرشري لا تقبل الاكسيديشن، يبقى الاختيار ايه معانا؟ طب سي ده كيتون، عرفت ازاي ان ده كيتون؟ ما هو سي دبل بوند او، وخد بالك ان هي لو سي اتش ده الدهايد، ما ينفعش تبقى سي اتش، هي لازم سي قرعه. عارف لو مكتوبه سي دبل بوند او اتش ده كده الدهايد، بس لو سي دبل بوند او قرعه من غير اتشات ده كيتون. ماشي، فده كيتون ما بيقبلش الاكسيديشن. ده برايمري الكول، عرفت ازاي؟ ما هي CH3 CH OH، دايما ال OH برانش CH3. ده سكندري، انا قلت برايمري، لا ده سكندري، فيبقى الاختيار دي يقبل الاكسيديشن، فده ما ينفعش، يبقى انا احتمالاتي يا سي دي. بيقول لي الكومباوند سي cannot reaction by addition. حد ما ينفعش يعمل رياكشن بالاديشن. فتقول لي ثانية واحدة، حد ما بيعملش رياكشن بالاديشن نهائي؟ نهائي. طب انا دلوقتي عندي C3H5. ايه C3H5 ده؟ يعني عندي 3 سيهات ماسكة في 3 OH، والباقي اتشات، ادي اتشتين اتشتين اللي هو الجليسرول. الله ينور عليك، ده الجليسرول، خد بالك من الشكل ده برضه. هل هو ده ولا ده؟ ده اللي هو الفينول. الفينول عشان معاه 3 باي بوند فممكن يعمل رياكشن بالاديشن، هو عايز اللي ما بيعملش، يبقى الاختيار A علشان ده ما بيعملش رياكشن بالاديشن، ما عندوش باي. رقم 24 بيقول لي the correct IUPAC name for the opposite compound. وعلى فكرة دي كانت أول مرة يجي الشكل الثعباني ده بتاع C2H3. C2H5 C2H3 هتقول غلطة مطبعية يا عم، بدل ما يدوس على الفايف داس على الثري بالغلط، هيجرى ايه؟ لا هيجرى كتير، لأن هي CH3 CH CH2 CH3 CH دبل بوند CH2. طب يلا نسمي اللونجست كونتينوس كربون تشين 5، يبقى ده اسمه بنتين، تحديدا 1 بنتين عشان عند الكربون رقم 1. طيب البرانش عند رقم كام؟ ادي 1 2 3، يبقى 3 ميثايل 1 بنتين. 3 ميثايل 1 بنتين، الاختيار A أول واحدة. بيقول لي the general formula of some kinds of hydrocarbon derivatives. طيب CnH2nO2 ده كده يبقى أسيد أو استر. طب بيقول لي CnH2n plus 2O2، ده كده الكان ب 2 O، يبقى ده عيلة الجلايكول أو الداي هيدروكسي. فبيقول لي الاي داي هيدريك الكول لا ما ينفعش، الاي كربوكسيليك اسيد استر ماشي ممكن. طب بيقول لي البي داي هيدريك الكول صح، يبقى الباقيين كلهم غلط، الاختيار الصحيح بي. انت واخد بالك ان دي الاسئله اللي بدرجه؟ واخد بالك انت؟ ده اللي بدرجه. سؤال 26 ده سؤال تحفه 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 تحفه. تعال بص معايا عليه كده. بيقول لي on adding drops من الصوديوم هيدروكسيد to it
the solution proceed نقط او proceed نقط. طب ثانية واحدة، انا عندي الصوديوم هيدروكسيد ده عبارة عن بيز NaOH. خد بالك ان دي اتشات. طب ايه اللي هيحصل كده؟ ال NaOH هيبتدي ان هو يشفط الاتشات، يعملوا لبعض نيوترلايز، ده مع ده يطلع ميه، ده مع ده يطلع ميه، ده مع ده يطلع ميه. فهيبتدي ان ال OH يقلل لي الاتشات ويزود الميه. واخد بالك ان الاتنين زي بعض، يقلل الاتشات ويزود الميه، يبقى الرياكشن دي هتمشي فين؟ تمشي فورورد. طب بيقولي معلش، هو هنا دي مفيش اتش هنا، ده الاسيتيت. بيقولي الرياكشن هتمشي فورورد والكونسنتريشن بتاع ال CH3COOH ديكريز. يبقى الاختيار dry distillation of sodium salt of citric acid with soda lime produce نقط. سؤال ده على فكرة ده اللي جه السنة دي في المقالي، فأول موديل اللي هو يعتبر أقوى سؤال جه في الأورجانيك كله. بس التانية كانت مخطط بقى وخريطة، سؤال مقالي ده لا ده شوزية، بس لازم تبقى عارفها. بيقولي ان انت معاك الستريك اسيد. هو مين الستريك اسيد ده؟ اللي هو ده، يا رب ما تنساهوش. تقولي ما هو في كتاب المفاهيم. يا عم انا عارف، ما تحفظه هيجرى ايه؟ كتاب المفاهيم ده حاول ان انت تعتبره مش موجود. اهو بيقولي حط عليه صوديوم سولت. ماشي، يعني شيل الاتشات دي كلها خليها صوديومات. هو بيقول لي الصوديوم سولت بتاع الستريك اسيد اللي هي السونا يعني. بيقول لي حط بعد كده صودا لايم. صودا لايم اللي هي الدراي ديستليشن، يعني شيل سونا حط حسونة، شيل سونا حط حسونة. فتبقى عبارة عن ايه؟ 2 بروبانول عشان هتطلع معاك كده. ممكن يجي يقولك بعملها لي اوكسيديشن فتقلب كيتون. الكيتون كان عبارة عن ايه؟ شيل الاتش دي والاتش دي وحط هنا بونداي، كده قلب كيتون. طبعا هي دي هنا 3 ودي 3. 28 بيقول لي ان انا عندي solubility in water عند درجة حرارة 25 soluble insoluble sparingly soluble. طب تعال نشوف مين اللي بيدوب. الايثين. الايثين لا، اللي هيدوب في المية كويس هيكون الكول، فممكن ده او ده. طب insoluble حد ما بيدوبش يبقى الايثين، وسبارنجلي soluble يبقى الهكسان، يبقى الاختيار بي. تقولي طب معلش ليه ما اخترتش الاسيتيك اسيد؟ يعني ليه ما تبقاش دي؟ ببساطة لان الاسيتيك اسيد عنده القدرة ان هو يعمل هيدروجين بوند، واي حد تقدر تعمل هيدروجين بوند تقدر تدوب في المية عادي. ماشي. 29 بيقولي the following steps take place to convert a compound whose general formula CnH2n plus 2 to compound whose general formula is CnH2n except نقط. يعني انا عايز احوله من الكان الى الكين. خد بالك ان هي برضو تنفع الاول سايكلو الكان، الفورمولا دي بتنفع الاتنين. طب يلا نشوف. هات الكان واعمل له سترونج هيتنج، ده الميثان. الميثان رابيد كوينشنج يبقى اسيتيلين. اعمل له بوليمرايزيشن يعني بنزين رينج. هيدروجينيشن يعني يقلب سايكلوهكسان، يبقى دي صح، هو عايز الاكسبت. طب تاني واحدة بيقولي ريفورمينج. طب طالما ريفورمينج يبقى انت جايب الهكسين. الهكسان هو الوحيد اللي بينفع يتعمل له كاتاليتيك، او مش هو الوحيد يعني، هو اشهر حاجة تعمل لها كاتاليتيك ريفورمينج عشان يقلب بنزين رينج. تعمل له الكايليشن يعني تركب الكايل زي التولوين كده.
تعمل له هيدروجينيشن، يعني يبقى الشكل ده ميثايل سايكلو هيكسان، فدي كمان صح. طب تالت اختيار بيقول لي هالوجينيشن، يعني هات اي الكان واعمل له هالوجينيشن. مثلا هجيب الايثايل الكول مثلا، او الايثايل كلورايد، عشان هتعمل له الكالاين هيدروليسيس يبقى ايثايل الكول. تعمل له دي هيدريشن يعني تشيل ميه، شيل او اتش من هنا وما تشيلش من نفس الكربون، خد اتش من اللي جنبها، فتبقى سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2 اللي هو الالكين. خد بالك من حاجه، ان انت لو كنت بدأت من الميثايل كلورايد ما كانتش طلعت معاك، لان اصلا ما ينفعش يكون في الكين بكربون واحده، فده ما ينفعش تبدأ من عنده اصلا. اوكي، فدي كمان صح. يبقى ما فضلش غير اخر واحده بقى، يعني اكيد يعني strong heating than quick cooling. strong heating يعني يبقى الميثان تعمل له rapid quenching، يبقى acetylene. catalytic hydration يعني يبقى acetaldehyde، تعمل له reduction يعني يبقى ايثانول. ولا يتبع هذه الفورمولا يبقى الاختيار دي. From the following scheme both A and B are نقط. طيب انا عندي C3H6، يعني ده حاجة من الاتنين، يا اما الكين يا سايكلو الكان. طب هو حط له HX، يعني مثلا حط HCl HBr اي حاجة، وقام بعد كده مركب عليها بنزين رينج، يعني المرة دي البنزين رينج هي اللي هتركب عملية الالكايليشن في وجود الالومنيوم. طالما شفت الالومنيوم كلورايد خد بالك، عشان الكاتاليست لو مميز بيفرق، يعني انت لو ما تعرفش ان الالومنيوم كلورايد دي عمليه الالكايليشن ما كنتش هتعرف ان انا بركب بنزين رينج. فدي عمليه الكايليشن، يعني انا هركب بنزين رينج يطلع لي البي. طب ما احنا مش عارفين احنا فين. طب تعال نشوف احنا احتمالاتنا ايه. حاجه من الاتنين، بيقول لي يا سكندري بروبايل كلورايد يا برايمري بروبايل كلورايد، ما عندناش احتمال تاني. طب تعال نشوف. يبقى خلاص واضح ان ده هو البروبين. طب انا لو جبت البروبين وقمت حاطط له مثلا HBr مثلا، طب انا هروح اكسر باب المطبخ، الاتش تروح للريتش تتبع قاعدة ماركونيكوف اهي. يبقى انا ما ينفعش اكون برايمري اصلا، فانا هشطب الاتنين البرايمري دول. حلو. طب قمت عامل الكايليشن. يعني ايه الكايليشن؟ يعني اوريك، تعالى كده انقل الكومباوند زي ما هو، والبوند اهي اللي راكب فيها البي ار شيلها، ركب بدلها البنزين رينج، او اللي هيبقى اسمها فينايل بقى لو انت بتسمي. فبيقولي ده بقى نسميه ايه؟ واحد فينايل بروبين ولا اتنين فينايل بروبان؟ اكيد اتنين فينايل بروبان، يبقى الاختيار الصح سي، لان دايما البنزين رينج بتنسب للبرانش. سؤال رقم 7 بيقول لي ان انا عندي C7H6 عرضتها لبلاتينم وهيت. ايه بلاتينم وهيت ده؟ يعني ايه اللي حصل؟ دي عملية الكاتاليتيك ريفورمينج. طب لو انا معايا 7 سي وعملت كاتاليتيك ريفورمينج ايه اللي يحصل؟ تقلب تولوينة. التولوين ده عملت له الكايليشن بي، طلع لي الشكل ده. تقول لي استنى كده، طب ما هو ده معناه ان انا عملت الكايليشن بميثايل. تقول لي مش هعرفك، يعني هو مش الراجل
كنت انا تولوين وركب ميثايل، يبقى الايكايليشن اتعمل بميثايل. طب امال البي ده ايه؟ ما استنى افكرك بحاجه، انا كان عندي اصلا الميثايل بيوجه اورثو وبارا، فهو دخل في الاورثو، يبقى انا دخل في البارا CH3 CH3. خد بالك عشان الفكره دي اتكررت كتير، ان هو يدي لك واحده وانت هات لي بقى التانيه. طب بيقول لي اعمل لها كومبليت اوكسيديشن. استنى، ده طالما بنزين رينج عليها ميثايل، الكومبليت اوكسيديشن بتاعها كانت بتقلب كاربوكسيليك جروب، يعني COOH. الاتنين الاخوات اللي هم الفيساليك وشقيقه التيرفيساليك، تقول لي هو اني التيرفيساليك ابو جناحات مفروده؟ هو التيرفيساليك اللي هو ده. قول لي، هو بيتكلم على البي اوكسيديشن لوحده، اوكي، يعني هو بيتكلم على التيرفيساليك بس، تيرفيساليك الذي يستخدم في صناعة الدكرون. طب ال A used to prepare البنزويك acid، اللي هو التولوين، صح. طب ال C prepare الباكلايت، لا، هو ال C دكرون. فاحنا عايزين ندور على الدكرون فين. primary substance manufacture artificial heart valve، يعني ده بيستخدم في الشرايين الدكرون، صح. primary substance to prepare الدكرون، صح. aromatic carboxylic، لا، يبقى نشطب دي ودي. طيب بيقول لي ال A used to prepare explosive، طبعا ال TNT trinitro-toluene مادة explosive، جملة صح. سؤال 32 بيقول لي which of the following process take place on monobasic carboxylic acid to convert it to neutral compound contains the same number of carbon and oxygen. ثانية واحدة، قول لي. انت دلوقتي بيقول لي ان انت مونو بيزك كاربوكسيليك اسيد، يعني عندك واحدة بس كاربوكسيليك اسيد. يعني انا مثلا اسيتيك اسيد، او ماشي، اعمل ايه؟ to convert it to neutral compound. طيب نيوترال كومباوند اشهر واحد في منهجنا دماغك لازم تيجي فيه، يبقى انت بتتكلم على الكول. بس خد بالك يكون في نفس عدد الكربونز والاكسجين. طب ليه قالك الجملة دي؟ عشان ما يجيش في بالك ان انت تروح تعمل دراي ديستيليشن. ليه؟ ما هو دراي ديستيليشن انت هتقلل لي واحدة. ما هو انت دلوقتي لو معاك اسيتيك اسيد، رحت عملت له نيوتراليزيشن في دراي ديستيليشن يطلع الميثان، نيوترال بس مش نفس عدد الكربون، ده كده قلل واحدة. فهو بيقول لك من الاخر استبعد الدراي ديستيليشن من جميع البروسيس، فشطبنا بي ودي اللي فيهم دراي ديستيليشن. طب هو بيقول لي انا عايز حاجة يكون فيها نفس عدد الاكسجينز، يعني انا عايز مادة نيوترال باتنين اكسجين. ده مين المادة النيوترال اللي باتنين اكسجين؟ طب ما تفكر في عائلات الالكول اللي هو الجلايكول او الجليسرول. طب ازاي اجيب دول؟ تعال اقول لك انا. لو انا خدت الاسيتيك اسيد وعملت له كومبليت ريدكشن، ايه اللي هيحصل؟ استنى كده. اسيتيك اسيد كومبليت ريدكشن يبقى ايثانول. طب ما مش نفس عدد الاكسجين، استنى. بيقول لك في الحالتين اعمل لي دي هايدريشن، يعني شيل الاو اتش و اتش تبقى الكين. بعد كده اوكسيديشن، تقول ايه ده؟ هو الالكين ده عنده اوكسيديشن؟ يا جدع حرام عليك، 40 مره نقولها. ايوه، اللي هو الايثيلين جلايكول، KMNO4 الكالاين ميديوم. فيبقى ده زي ده في ايه؟ في عدد السيهات وعدد الاوهات، يبقى الاجابه ايه؟ طب ليه ما ينفعش كاتاليتيك هايدريشن؟ ما هو انت اصلا لو معاك ايثين عملت له كاتاليتيك هايدريشن، يعني تركب ميه، هنا تيجي اتش هنا تيجي او اتش، يرجع لك تاني ايثانول.
سؤال رقم 33 بيقول لي if you know that إن الأوكتانويك acid is fatty acid and is its main component of coconut oil. شكرا. معلومة ملهاش لازمة. So all the following are from its isomers except نقط. طيب تعال نشوف كده مين في دول ممكن يكون مش ايزومر ليه. طيب انا عندي اوكتانويك اسيد، اوكتان يعني 8 سي. طب انا عايز حد يكون مش ايزومر ليه، يعني معهوش نفس ال 8 سي. تعال نشوف كده. طبعا هم كلهم استرز عشان هو يعني الامتحان بقول لك صعب، فمش هيحطوا لك واحده مش استر اللي هو اشطبها، لا هم كلهم استر. طب بيقول لي هيكسايل ايثانويت، هيكسايل 6 ايثان 2 يبقوا 8، بنتايل 5 بروبان 3 بيوتايل بيوتايريت. ايه البيوتايريت ده؟ نوع من انواع الاسترز عادي وما فيهوش مشكله. فهنا يكونوا 4 وهنا يكونوا 4 يبقوا 8. طب بيوتايل 4 بنتانويت 5 يبقى الاختيار دي لان عددهم 9. 34 بيقول لي the following scheme represents the reaction of iron and its oxides at conditions نقط. Which of the following choices illustrate A, B, C؟ طب يلا بينا. طب ال FeSO4 حطيت عليه دايل H2SO4 يبقى ده FeCl أو Cla. FeSO4 طالما دايليوت يبقى داي. الراجل ده بالتسخين كان بيطلع ايه؟ كان بيطلع ال Fe2O3. طب لو عملت له ريدكشن عند 250، لو فاكر من 230 ل 400 كان بيطلع الماجنيتايت. طب لو عملت له ريدكشن عند 500 هيطلع ايه؟ ريدكشن عند 500 هيطلع ال FeO. طب بيقول لي لو انا جبت الاوكزاليك اسيد اللي هو كوكو، قمت حاطط له ايرن يعني كوكو فيه، الكوكو فيه بالتسخين بيطلع ال FeO. خلاص احنا حليناها كلها. قول لي بقى A هو ال Fe2O3 لأ، ودي كمان لأ، يبقى يا B يا C. طب ال B هو ال Fe3O4 يبقى الاختيار الصحيح بتاعي B. السؤال اللي بعده بيقول لي from the following scheme the reaction occurred at suitable conditions the compound 1 2 3 are نقط. طب ثانية واحدة. كالسيوم كلورايد حط لي عليه حاجة وايت، حط لي عليه حاجة تانية وايت، حط لي عليه حاجة تالتة وايت، تقعد في الامتحان تصوت تقول يا نهار ابيض. ما هو يا نهار ابيض فعلا التلاتة ابيضات. فعينك هتعمل ايه؟ دماغك هتهنج. عندك حق الصراحة، دماغك هتبرجل وتهنج، فتقول انا هبص في الاختيارات واجرب، ما فيش، ما مش قادر افكر انا في 3 لونهم وايت دي. فتمسك اول واحد يقول لك بي بي. طيب لو انا حطيت هنا البي بي NO3 امشي الرياكشن بره مع اللي بره اللي جوه مع اللي جوه، تبقى كالسيوم نايتريت و ليد كلورايد. طب الليد كلورايد لونه وايت، ماشي مقبولة، يبقى أول اختيار مقبول حتى الآن. طب يلا نجرب تاني واحدة. صوديوم ما بيعملش بريسبتيت، بايكربونات ما بيعملش بريسبتيت، يبقى نرمي الاختيار بتاعنا شكرا، حطه في الزبالة. طيب ناخد تاني واحدة. الصوديوم ما بيعملش بريسبتيت، ما تفكرش فيه. طب ناخد ال SO4، ال SO4 ساعتها هتروح على الكالسيوم. طب CaSO4 Y بريسبتيت تمام. طب تاني اختيار امونيوم ما بيعملش بريسبتيت مع حد، نايتريت ما بيعملش بريسبتيت مع حد، فنرمي الاختيار التاني. طب الاختيار التالت السيلفر، ما هو النايتريت خلاص ما بيعملش فعينك ما تبصش عليه. السيلفر في الحالتين هيمسك في ال في ال Cl، فال AgCl Y بريسبتد تمام.
طب الامونيوم ما بيعملش بريسبتد، ما تبصش عليه. تعالى على الكربونات. الكربونات يبقى هيمسك في الكالسيوم. طب CaCO3 وايب بريسبتد، تمام. ان شاء الله اللي بعديها تمام، وما تعشمنيش على الفاضي. الصوديوم ما بيعملش بريسبتد، فكك منه. SO4 هتمسك في الكالسيوم. CaSO4 وايب بريسبتد، صح، يبقى الاختيار C. 3 وايب بريسبتد. سؤال رقم 36، مسألة رقم 36 بيقول لي ان انا عندي 1 لتر من الكالسيوم كلورايد. الاول زي ما احنا متعلمين نعرف لي انواع المسألة. بيقول لي 1 لتر of calcium neutralize، ماشي. is added precipitate، ماشي. يبقى انا عرفت ادي titration و precipitation. يلا نقرا المسألة واحدة واحدة. بيقول لي ان انا كان عندي كالسيوم كلورايد سوليوشن اتحط مع سلفيوريك اسيد. بعد كده جبت باريوم هيدروكسيد عشان يعمل نيوترلايز للاكسس من الاسيد، وعملوا لي بيريسبتد. يعني لما حطيت الباريوم هيدروكسيد مع الزياده من السلفيوريك اسيد اتكون لي بيريسبتد. انا عايز عدد المولز بتاعت الاكسس من الاسيد كانت كام، والماس بتاع البيريسبتد اللي اتكون ايه هو. طب ثانيه واحده. انا كان عندي كالسيوم كلورايد اتحط مع ال H2SO4 عشان اللي بره مع اللي بره، اللي جوه مع اللي جوه، CaSO4 بلس 2 HCl. حلو. اعمل ايه بقى؟ الراجل بيقول لي لو انت معاك الكمية دي من الكالسيوم كلورايد تشتغل مع قد ايه من السلفيوريك في عمليات البيرسبتيشن اللي مسموح تعمل بيه كروس مالتيبليكيشن، يا اما الماس يا اما المول. طب انا هروح اجيب المول اللي اعرف اجيبه. ما هو المول عبارة عن فوليوم في كونسنتريشن، تطلع 0.3. طب هو ده بيشتغل مع قد ايه من السلفيوريك اسيد؟ هنزل ارقامي بنفس اليونت. هنا 1 مول، هنا 1 مول. كروس مالتيبليكيشن الاكس تطلع ب 0.3، يبقى السلفيوريك اسيد اللي اشتغل 0.3، يبقى الاكسس كان كام؟ طب انا هجيب المولز بتاعت السلفيوريك اسيد، ده ملتبلاي ده تطلع معاك ب 0.4 مول. طب ال 0.4 اشتغل منهم 0.3، يبقى الاكسس كام؟ 0.1. يبقى انا هشطب الاختيار A والاختيار D. طيب كده النص الاولاني خلص. تعالى للنص التاني. بيقولي ان انا بقى جبت ال H2SO4 الزيادة ده، قمت حطه مع باريوم هيدروكسيد، اتكون لي بيرسبتد. اللي بره مع اللي بره، اللي جوه مع اللي جوه، يبقى اكيد البيرسبتد هو الباريوم سلفيت. طب الراجل بقى بيقول لي ايه؟ قول لي وزن البيرسبتيت اللي هو الوزن بتاع ده. طب انا وانت عارفين ان الاكسس كان ب 0.1 مول. هو عايز يعرف ده كام جرام، يبقى ننزل بنفس اليونت. الباريوم سلفيت كتر خيره قال لي ان هي ب 233 جرام. السلفيوريك اسيد هنسيبها بالمول عادي زي ما هي 1 مول. اعمل كروس مالتيبليكيشن. 1 ملتبلاي، لا 1 ملتبلاي ايه، 0.1 ملتبلاي 233 اوفر 1 على الكالكوليتور تطلع معاك ب 23.3 اللي هو الاختيار B. السؤال اللي بعده بيقول لي if you know ان ال ionization constant، يبقى ده chapter 3 for monoprotic weak acid and its concentration الرقم ده والفوليوم بتاعه الرقم ده، so the number of dissociated moles equal نقط. طب الالفا كانت عبارة عن ال dissociated mole over التوتال مول.
طيب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين الالفا وعايزين التوتال مول. حلو. طب انا معايا الكي اي بكذا ومعايا الكونسنتريشن، طب ما انا ممكن اجيب الالفا. تجيبها ازاي دي؟ ما هو انا عندي الكي اي بتساوي الفا سكوير ملتبلاي سي، فالكي اي ب 5.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 بتساوي الفا سكوير ملتبلاي 0.2. طب الالفا دي بكام؟ شيفت سولف ميثود تطلع الاجابه ب، استنى عشان الآلة بتحمل، 0.05. ده كده الالفا. طب التوتال مول، المول هو عبارة عن concentration في فوليوم. الكونسنتريشن 0.2، الفوليوم هم ال 200 ملي بس طبعا تايمز 10 باور نيجاتيف 3 عشان تتحول لليتر. طب نشوف الكلام ده هيطلع على الآلة بكام؟ يطلع ب 0.04. طب ما هي خلصت، التوتال مول اهو 0.04، الالفا ب 0.05، يبقى الديسيوشيتد مول بكام؟ نعمل عملية الشيفت سولف ميثود تطلع الإجابة ب 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. الاختيار دي. السؤال اللي بعده بيقول لي the molecular formula C5H10 represents 3 saturated aliphatic hydrocarbon compounds. ماشي. طيب أنا عندي C5H10 وقال لي إن هما saturated، يبقى دي عيلة السايكلو الكان. ما هي دي الفورمولا بتاعت يا الكين يا سايكلو الكان، وهو قال لي ساتيوريتد يبقى لازم دول سايكلو. حد ما عندهوش اي ميثايل جروبس يبقى ده الشكل ده، ان انا معايا 5 مفهومش اي ميثايل، ادي الاي. طب البي في واحدة بس ميثيلين، طب البي في واحدة ميثيلين يبقى اكيد عامل الشكل ده. ليه؟ ما هو كده مفيش غير واحدة بس ميثيلين اللي هي دي CH2 دي. طيب الشكل C contain one methyl group يعني عاملة شكل المربع وعليها ميثايلاي. The right arrangement according to الactivity، ده أعلى واحد، وسط، أقل، لأن كان الموضوع معتمد على الانجلز. لو فاكر دي ب 60، دي ب 90، دي ب 109.5. فيبقى أعلى واحد هو البي، ماشي، العلامة دي معناها سمولر، وأقل واحد هو الA، فنختار الاختيار A. السؤال اللي بعده بيقول إن أنا عندي cell potential formed from element X الستاندرد هيدروجين إلكترود ب 0.280 فولت. السيل potential formed from element X and Y بكذا. لما انا حطيت الواي في سوليوشن الاكس مفيش رياكشن حصلت. then the potential of cell formed ما بين الواي والهيدروجين الكترود بكام؟ تقولي ما فهمتش حاجة، يبقى نرسم. انا عندي سيل متكونة ما بين الاكس والهيدروجين، يعني انا عندي اكس و اتش، السيل دي ب 0.28. حلو. طب انا عندي سيل تانية اتكونت ما بين الاكس والواي ب 2.095، يبقى انا عندي الاكس والواي دي ب 2.095. حلو. طب انا لما حطيت الواي في سوليوشن الاكس مفيش رياكشن حصلت، يعني لو في سوليوشن اكس حطيت الواي نو رياكشن، معناه ان الاكس المور اكتف. طيب ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان الواي تحت الاتش.
فالراجل بيقول لي كده البوتنشال بتاع السيل اللي اتكونت ما بين الواي والهيدروجين تعمل لها كام؟ طيب ما هو ما بين الواي والهيدروجين يعني الحتة دي. طب الحتة دي تقريبا كام؟ تقريبا ب 1.8. فيبقى الاختيار الصح C. أول ما تحس إن في تفاصيل ارسم بالطريقة دي. بيقولي on adding an excess caustic soda to mixture طبعا الكاستيك صودا لو مش عارفها هي ال NaOH to mixture 1 مول من الإيثيلين جلايكول و 1 مول من الكاتيكول so the compound which are present in solution are نقط. طب ثانية واحدة، الإيثيلين جلايكول اللي هو ده، الكاتيكول اللي هو فينول ب 2 OH. طب الصوديوم هيدروكسيد يتفاعل فقط مع الفينول Na بس مع الإيثيلين جلايكول لا. فالراجل بقى بيقول لي هو مين اللي موجود في الميديم بتاع الرياكشن؟ هل موجود إيثيلين جلايكول والفينول اللي ب2 Na و NaOH عشان كلمة اكسس؟ يبقى الاختيار A. طب تاني واحدة غلط لأن الصوديوم هيدروكسيد ما بيشتغلش مع عائلة ال OH الألكوهوليك. طب سي برضو غلط لنفس السبب، دي غلط برضو لنفس السبب، مفيش غير الاختيار A أول واحدة. X, Y, Z are 3 compounds. X with the least number of carbon atoms used in manufacture الانسكتسايدز. واحد عنده أقل عدد سيهات وبيستخدم في الانسكتسايد. طالما يوزز تدور فين عشان ما تقعدش تفرك. طالما اورجانيك يبقى انت بتدور فين؟ بتدور في حاجة من الاتنين، يا جزء البوليمرز يا جزء الاسيدز. يا تدور يا هنا يا هنا، تعرف صفحاتهم وتدور. طب لو ان اورجانيك وبتدور على يوزز، تشابتر 1 اول صفحة في كتاب المفاهيم ككيمستري. طب قول لي بقى، انا دلوقتي عندي اورجانيك كومباوند باقل عدد كربون اتومز بيستخدم في صناعة الانسكتسايد، تفتح جزء الفورميك اسيد تلاقيه انسكتسايد. طب اورجانيك اسيد used as insecticide، لو فاكر كان عندنا 2، يا ال MnSO4 يا CuSO4. هما الاتنين مبيدات حشرية اللي هو هتلاقيهم في الكبر والمنجنيز. نقط is organic compound used as a starting material of synthetic silk، ده اللي هو البروبين. ده في الجزء بتاع البوليمرز هتلاقي ان البروبين اشهر واحد متكرر بيستخدم في صناعة السلك. فبيقولي هو الاكس ده اسيتيك ولا فورميك ولا جاميكسان ولا فورميك؟ اكيد الفورميك لان هو اقل عدد كربونز. على فكرة الاسيتيك برضو انسكتسايد بس عشان قال لي اقل عدد كربون. طيب تاني واحدة بيقول لي كبر سلفيت ولا منجنيز سلفيت؟ الاتنين ينفعوا عادي. طب زد اسيتيك اسيد ولا جاميكسان؟ خلاص يبقى هو كده مش عايز البروبين، يبقى هو عايز الاسيتيك اسيد لان هي من اليوزز بتاعته، بس هي طبعا اشهر اللي هي في صناعة السجاد والمنسوجات بتاعت البروبين. فيبقى الاختيار الصح B لان الجاميكسان ده انسكتسايد اورجانيك، فده غلط. فاضل B تبص في اليوزز بتاعت الاسيتيك اسيد تلاقيها تختارها تروح. السؤال اللي بعده بيقولي which of the following is correct. طيب ثانية واحدة،
انا لقيت كومباوند مش عارف مين ده. طبعا هو عيب عليك ان انت مش عارف ان ده اللاكتيك اسيد، بس انا هفترض ان انت مش عارفه. ماشي، هو مش مطلوب منك في الامتحان ان انت تفتكره في سؤال زي ده. هو طبعا اللاكتيك اسيد مطلوب في الامتحان عامة، بس انا لاحظت ان احنا عندنا 2 فانكشنال جروب، ال OH وال COOH. مرة حط اسيد مرة حط الكول، يبقى انا هشتغل استر في الحالتين. طيب في حالة ان انت حاطط اسيد يبقى ال OH اللي تشتغل، CH3CHO. طبعا هنا انت هتخرج ال OH وهنا ال H، فاللي هيبقى رابط هو ال O، فتبقى OOC CH3. ماشي. عايز تكتبها برضو الناحية التانية تبقى ألطف لك كفرجة، ماشي. OCCH3 يعني أشيك في الكتابة شوية. طيب الناحية التانية لما تحط الميثانول مين اللي يشتغل؟ اللي هيشتغل هو الأسيد، فالأسيد من هنا يطلع ال OH ومن هنا ال H والحم مطرح ما كسرت، فيبقى CH3 CHOH COO CH3 اهو. بيقول لي بقى ده compound A وده compound B. compound A doesn't cause effervescence لو حطيت صوديوم كربونات، ما هو عنده COOH فهيعمل effervescence. طب compound B form acetamide on ammonolysis. ثانية واحدة، compound B لو عملنا له ammonolysis يبقى انا هكسر بين ال O وال O. انت بتقول ان انت هتحط امونيا، يبقى ال NH2 تيجي هنا وال N او سوري ال H تيجي هنا. طيب ده مش اسيتامايد لان ده عنده اساسا 3 سي، فاسيت يعني 2 سي، فدي غلط كلها من اولها لاخرها، فنشطب بي. compound A remove الفايلوت color بتاع الاسيديفاي بوتاسيوم برمنجانيت، لا ما عندوش حاجة تقبل الاكسيديشن، فالفايلوت كلر هيفضل موجود. طب البي هو اللي يعمل ريموف عشان الاو اتش دي نوعها السكندري، فدي تقلب كيتون ففعلا تعمل ريموف للكلر. يعني بص امتحان تقيل ازاي، وعايز اقول لك ان امتحان السنه دي يعني هو بنسبه كبيره هيجي تقيل، انا مش بوترك، بس هو بنسبه كبيره بعد ما انت خدت علقه سخنه على وشك في الفيزيكس، فالى حد ما الامتحان لا هيجي عايز راجل فاهم، مش مبصمج السؤال ويقعد يدعي على كل سؤال يا رب ما يجيش يا رب ما يجيش. هو عايز واحد يفهم قدر كبير من الاسئله عشان هتبقى مجزره. تقول انت بتطمني يا عم، انت مفيش حاجه صعبه عليك كده كده، بس هي هتبقى مجزره. بيقول لي 43، تقول لي طب هو انت بتقول كده ليه؟ عشان لو جه صعب يبقى انا قلت، جه سهل يبقى انا توقعت الصعب، فالحمد لله عدت. مسألة 43 لما جت السنة اللي فاتت، ولا ده 23 السنة اللي قبل اللي فاتت، كانت الناس مسترخماها مع انها مسألة يعني الى حد ما تتجاب، بس عايزة واحد بيفهم شوية، ودي مشكلة في حد ذاتها. بيقول لي if you know that ان solubility product ال KSP ب 1 times 10 power negative 21 والمولر ماس بكذا، then the mass of zinc sulfide which dissolve in 100 gram of pure water is not. طب ثانية واحدة، أنا معايا ماس، ده مش ماس حضرتك، ده فوليوم. تقولي فوليوم ايه؟ ما هي 100 جرام، انت كفيف يا مستر. ما يا حبيب قلبي المية الفوليوم والماس واحد، فده فوليوم. dissolve in 100 جرام of water يعني دايب في 100 جرام مية، يعني فوليوم.
هي دي التكاية اللي اتلخبط. then the mass of zinc sulfide is نقط. طب ثانية، ما هو طالما ماس وفوليوم يبقى المثلث الرباعي. ماس concentration فوليوم مولار ماس. طب عشان اجيب الماس معايا المولار ماس والفوليوم واقف على الكونسنتريشن اللي هي الاس او الاكس في مسائل السوليبيليتي برودكت على حسب انت بتقولها ايه. طب يلا نعملها. الزنك سلفايد زد ان اس بيتفكك لزد ان بلس اس، يعني لو انت باكس فانت باكس وانت باكس. طب الكي اس بي عبارة عن concentration of product x multiply الاكس. يعني انا لو عندي 1 times 10 power negative 21 بتساوي الاكس ملتبلاي الاكس بكام الاكس، وتبقى المسألة خلاص يعتبر خلصت. تحط على الآلة 1 times 10 power negative 21 بتساوي x ملتبلاي الاكس، تطلع معاك ب، استنى عشان الآلة بتحتضر، 3.16 times 10 power negative 11. ده اللي هو الكونسنتريشن. اعملوا بقى ملتبلاي الفوليوم اللي هي ال 100 times 10 power negative 3 لان الجرام كانه ملي لتر، ملتبلاي المولر ماس. المولر ماس اللي هو قايلهولي ب 97. طب خلاص هي خلصت اصلا اهي. تحطهم على الآلة كلهم كده ملتبلاي لبعض، تطلع معاك الإجابة ب، دي آخر واحدة. On passing a quantity of electricity through magnesium nitride 48 جرام من المغنيسيوم is precipitated at cathode. يعني الصراحة السؤال ده هو مش صعب، هو رخامته ان هو جايب لك حاجات الى حد ما مش شائعة في المنهج ما تعرفش تطلعها بكام. طب انا عندي مغنيسيوم نيترايد، ما هي دي رخمة الصراحة. مغنيسيوم نيترايد ايش عرفني بكام؟ المغنيسيوم فالنس ب 2، النيترايد فالنس ب 3، فتبقى Mg3N2. انت لو كاتبهولك كسيمبل المسألة دي ما تاخدش 30 ثانية في الحل. فالراجل بيسألني الفوليوم بتاع النيتروجين بكام. يعني انا دلوقتي عندي كهرباء عدت على مغنيسيوم ونيتروجين، اداني المغنيسيوم بكام، عايز النيتروجين بكام. القانون الرابع، مول في فالنس في اتوم ايكوال مول في فالنس في اتوم. المول بتاعي بكام؟ المول بتاعي، تعالى نكتب مثلا ان ده النيتروجين وده المغنيسيوم. النيتروجين انت عايز الفوليوم بتاعه يعني 22.4، وهنا احنا عايزين الفوليوم. طب الفالنس بتاع النيتروجين ب 3، النيتروجين من السبعة المعفنين ملتبلاي 2. الناحية التانية المغنيسيوم قال لي ان ترص 48 جرام، يعني 48 جرام اوفر المولر ماس بتاعه اللي هو 24، ملتبلاي فالنس المغنيسيوم اللي هو 2، المغنيسيوم مش من السبعة يبقى ملتبلاي 1. طب تعالى كده نطلع الإجابة بطريقة الشيفت سولف ميثود. يطلع الريزلت بي، استنى عشان القلم تحتضر، ب 14.93 لتر، الاختيار A. From the opposite graph which illustrates the relationship between the magnetic moment for some cations for the first transition series in sequence. طيب مع العلم ان هو مديهم لي عند البوزيتيف 3. طب يلا نشوف اجابتنا. بيقول لي ان اعلى ماجنتيك مومنت بتوصل لها وانت بوزيتيف 3، يبقى ده الايرن. ليه؟ الوحيد اللي بوزيتيف 3 بيكون الماجنتيك مومنت، ماجنتيك مومنت يعني السنجل الكترونز احنا عارفينها. اعلى حد عنده سنجل الكترونز بيكون الايرن، بيكونوا كام؟ 5.
طب لو انت الايرن خلاص اتحلت، ايرن، كوبالت، نيكل، والناحية التانية منجنيز، كروميوم. المagnetic property for the cations الدي positive 6 والبي positive 6، يعني عايز يعرف الضايا ولا بارا. طب البي positive 6 ده هيكون بارا. ليه؟ لأن المنجنيز أصلا 4s2 3d5، فالبوزيتيف 6 بتاعه هيكون دي 1 يعني بارا. طب الدي بوزيتيف 6 ده اللي هو الكروميوم، الكروميوم اصلا 4s1 3d5، فلما تخسر دول كلهم هيبقى نوعه ضايع، والدي بزيرو. بيقولي the cations whose element are used to decrease the activation energy، يعني مين في دول بيشتغلوا ككاتاليست. كان عندي النيكل في الهيدروجينيشن اوف اويل، وكان عندي الايرن، والاتنين دول بس، ايرن ونيكل. طبعا الايرن في هابر بوش اللي هي صناعة الامونيا، والنيكل في الهيدروجينيشن اوف اويل. السؤال الاخير 46 بيقول ان انت معاك السمبلست اليفاتيك هيدروكربون ده اللي هو الميثان، سمبلست اروماتيك هيدروكربون ده اللي هو البنزين. طيب الميثان عملت له هالوجينيشن في وجود واحدة بس كلورين، يعني هيبقى الشكل ده. حطيت له KOH يبقى ده على طول الميثانول. طب الاروماتيك هيدروكربون عملت له هالوجينيشن في وجود كاتاليست، يبقى دي عملية سبستيتيوشن، يبقى ده الكلوروبنزين. حطيت له KOH هيقلب فينول. طب اعمل لي ريدكشن للبرودكت بتاع البي والدي. طيب انا عندي الميثانول. طب الميثانول لا يقبل الريدكشن، نو ريدكشن، يبقى تكتب له ان البي نو ريدكشن. طب الدي اللي هو الفينول بتحصل له ريدكشن، ده بيقلب بنزين رينج في وجود الزنك. طب افكت ادنج ال HCl للبوث، ال HCl مع الدي نو افكت عشان مش بيشتغل مع الفينول، بس مع البي بيدي رياكشن عادي فبيرجع ميثايل كلورايد CH3Cl من تاني. وبكده يكون خلصنا 23 دور